السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم من جديد. النهاردة في خبر حبيت أتكلم مع حضراتكم عنه، وخبر أعتقد إن هو يهم كتير من المصريين وخاصة متابعي كرة القدم. مصطفى محمد لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك السابق ونادي الفرنسي حاليا، بعد ما حضراتكم كلكم سمعتوا او كلنا او الاغلب مننا سمع على العقوبه بعد رفضه دعم المثاليه في فرنسا مع ناديه، وقعوا عليه عقوبه فورا ونزلت العقوبه على مصطفى محمد. لكن مصطفى محمد موقف رجولي. هم المفروض بلد الحريات زي ما هم بيقولوا، كان المفترض ان هم يحترموا راي مصطفى محمد، لان دي حريه وثقافه عند اللاعب، ثقافه دينيه. كان المفترض ان هم يحترموا راي مصطفى محمد هو وكل اللاعبين المسلمين اللي رفضوا دعم المثاليه. كل الدعم لمصطفى محمد لاعب منتخب مصر. الخبر الثاني، 5 لاعبين من النادي الاهلي هذا الاسبوع او الاسبوع ده بالتحديد انضموا لمنتخب افريقيا: محمد الشناوي، ياسر ابراهيم، علي معلول، بيرسي تاو، ومحمود كهربا. ودي حاجه تتحسب لمارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي وايضا اللاعبين. كمان النادي الاهلي النهارده اعاد تعيين الكابتن الخلوق بدر رجب مدير فني لقطاع الناشئين بعد مسيرة حافلة في الامارات. النهارده النادي الاهلي بيعيد نجم من نجوم النادي الاهلي كمدير لقطاع الناشئين للنادي الاهلي. كمان النهارده في مباراتين في منتهى الاهميه. كمان في خبر خاص بي انا، صفحتي الشخصيه، بشكر كل متابعي النهارده، بالفعل بشكرهم من كل قلبي، من كل قلبي بشكرهم على دعمهم ليا على الصفحه الخاصه الشخصيه ليا. كل الشكر والتقدير والاحترام لكل متابعي النهارده. للصفحه بتاعت النهارده ما شاء الله كبرت. النهارده جاني تهنئه من الفيسبوك للصفحه الشخصيه. شكرا متابعي الكرام، شكرا شكرا. واوعدكم باذن الله دايما هكون عن حياد، ودايما اجيب لكم كل اخبار اتحرى الدقه فيها زي ما عودتكم دايما. شكرا. النهارده بيهزم حرس الحدود وبيرفع رصيده ل 40 نقطه في المركز الخامس مع نادي الزمالك. صحيح نادي المقاولين لاعب مباراة أكتر من نادي الزمالك، لكن المقاولين بدأ يزاحم الكبار في المربع الذهبي. وكمان أيضا فيوتشر بيتعادل مع سموحة في اسكندرية 1-1، ومباراة كانت جميلة جدا بين الفرقتين. بالفعل كانت تليق بفرقتين زي فيوتشر وسموحة. فيوتشر بقى رفع رصيده لكام؟ ل 51 نقطة في المركز الثاني. طبعا هو لاعب مباراة تقريبا او مباراتين اكتر من بيراميدز، لكن كده لو اخفق نادي الزمالك يعني تعادل او تهزم في اي مباراة من مباراته القادمة اللي جاية دي، هتبقى في مشكلة كبيرة جدا لنادي الزمالك ان هو يلعب في اي او كده. هتبقى في صعوبة جدا لنادي الزمالك انه يلعب في بطوله من البطولات الافريقيه، سواء طبعا بطوله السوبر الجديده اللي هيلعب فيها النادي الاهلي، وزي ما قلت لحضراتكم امبارح النادي الاهلي هيلعب في دور المجموعات على طول في البطوله الافريقيه. كمان في الكونفدراليه هيبقى صعب جدا لو اخفق نادي الزمالك في مبارياته القادمه. نتمنى طبعا كل التوفيق لنادي الزمالك في الفتره القادمه، لان ده ضلع زي ما قلت لحضراتكم، وبصر على كلامي ورأيي ان نادي الزمالك ضلع من اضلاع الكرة المصرية، وقطب من القطبين، وعمود من اعمدة الكرة المصرية، الاهلي والزمالك.
زي ما بيقولوا بصرف النظر عن اللي كان ماسك نادي الزمالك اللي تسبب لمشاكل كتير جدا لنادي الزمالك الفترة اللي فاتت، بصرف النظر عن آراء بعض إعلاميين نادي الزمالك، لكن يظل نادي الزمالك هو الضلع الثاني للرياضة المصرية مع الشياطين الحمر النادي الأهلي. قبل ما أختم مع حضراتكم بشكر حضراتكم على حسن الاستماع، وبذكر حضراتكم دايما بدعمنا على قنواتنا على السوشيال ميديا، فيسبوك وتويتر وانستجرام وتيك توك والفيسبوك واليوتيوب. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.